حاجات لو لقيتها في الجيم اللي انت فيه اهرب منه بسرعه. اول حاجه وهي النظافه، ودي من اهم الحاجات اللي لازم تدور عليها في اي جيم انت هتتمرن فيه، وده لان الجيم بيجي عليه اوقات بيكون فيه ناس كتير، فلو في اي واحد من الناس ديت عنده اي امراض والجيم ده مش مهتم بالنظافه، الناس اللي في الجيم كلها هتنعدم. ده كمان غير الروائح الجميله اللي بتهب علينا بيهربوا الصيف. هو الجيمات ملهاش ذنب في النقطه دي الحقيقه، بس الناس اللي معاك في الجيم ملهاش ذنب انك مش مستحمل. لو انت في جيم كويس ونظيف هتلاقيهم مهتمين دايما بالروائح والمعطرات وبالحاجات الصغيره. والحاجه الثانيه وهي التهويه، يعني الجيم اللي انت هتشترك فيه ما فيهوش مراوح، ما فيهوش تكييفات، ما فيهوش شبابيك، انت كده داخل مقابر. انا عاوزك بقى مع نقص التهويه ده تلاقي واحد من اللي انا لسه قايل عليهم في النقطه اللي فاتت. يا نهار ابيض، انت كده من الشهداء. ما انت برضه مش جاي الجيم علشان تموت. على فكره انت جسمك كويس، انت بس محتاج كورس هرمون صغير وخليك شبه الراجل ده كده. نصيحه من اخوك بقى، لو لقيت حد بيقول لك كده قول له كان القرد نفع نفسه، وحتى لو هو فورمه وبياخد هرمون هتلاقيه عنده امراض قد كده، فانت ليه تسمع كلامه وتخاطر بنفسك؟ انت كل اللي عليك انك تسمع منه الكلمتين وتطلع اجري من الجيم وما تجيش تاني. لازم تكون عارف ان دي